لا لا، انا ما بزعقش لابني ولا حتى اقدر اقسى عليه. يعني ممكن اقصى حاجه اعملها معاه اني احرمه من المصروف، ولو يعني صعب عليا هديهوله تاني عادي. ما انا لازم برضو اراعي نفسيته. اه يعني انت خايفة على نفسية ابنك ومش خايفة من الدعوة اللي بتديها على ابنك. لما ابنك بيعمل صوت ويشتم بأفظع الشتايم، وفي ناس مريضة وناس بتذاكر وناس بتصلي، مش مجبرين ان هم يستحملوا ابنك كمان. ده غير ان مش ابنك بس اللي بيدعي عليه، لا وعلى اللي ما ربهوش تربية صح. وما تفكريش انك عشان انتي بتعيطي شوية او بتزعلي شوية او يعني بتزعقي شوية ان هو كده هيسمع كلامك. لا، هو هيبقى واخد على كده خلاص. فبالتالي انتي هتصوتي هتعيطي هتعملي اي حاجة، فهو هيبقى معلش وهيرجع تاني يرتكب نفس الاخطاء. ربوا اولادكم ان هم يكونوا محبوبين وسط الناس. لما يكبروا ويلاقوا نفسهم مكروهين وسط الناس ومحدش بيحب يتعامل معاهم، ساعتها هيلوموكي انتي، لانك كنت في ايديكي انك تربيهم صح وتعلميهم صح وتخلي كل الناس تتمنى انهم يبقوا عندهم ابن زي ابنك. هتقوليلي خلاصة الكلام عايزاني اضرب ابني مثلا؟ هقولك لا. ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ده في الصلاة وبرده مش بعنف. في مثل انا بحبه جدا، وده يمكن احنا بيتنا اتربى عليه: يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا.